يا أهل المزاين ياكم الخير ينساج، ابل عمانيات حمر أصايل، فيهن فطايم ومفاريد وحجاج وذاع والقاية وثنايا وحايل، لنورهن كنه مثل شمس الاشراق، فخر ومعزه للعرب والقبايل. ابل لهن عاده مزايين وسباق، في كل شاره ماخذات الاوايل. ابل لهن عاده مزايين وسباق، في كل شاره ماخذات الاوايل. متنتبات الاصل يا خير من تاج، وصدق العمانيات نعم السلايل. واللبن طيبه للمساجيم وعلاج، وربي عطى لللبن ثبت الدلايل. وعمان يا موطن خويين ورفاق، أهل الكرامة والشبور الطوايل. في ظل غاب وصرخ الخير دفاق، غطى وطنا من جنوب وشمايل. قايد نحبه حب من صدق الأعماق، ويلا عسى عمره سنين طوايل. لنورهن كنا مثل شمس الأشراق، فخر ومعزة للعرب والقبايل. ابل لهن عدم مزايين وسباق، في كل شاره ماخذات الأوايل. لنورهن كنا مثل شمس الأشراق، فخر ومعزة للعرب
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مجددا في ولاية بدية في سلطنة عمان، في دار الكرم، في دار الأصالة، في دار النخوة، في دار الرجال الذين حافظوا على تقاليدهم وعلى عاداتهم وعلى هجرهم الأصيلة وعلى الموروث العربي الأصيل الذي لا زالت كأن تجدد ما كان اندثر عليها ولا يوم من مئات السنين بل من آلاف السنين، والهجن والكرم وكل ما يحتوي عليه الموروث العربي الخليجي. احنا الآن لازلنا نتجول في ولاية بدية، وكما نشاهد بعض من مواطنين هذه المنطقة كان عندهم العرضات وعندهم الشلات وعندهم ركوب الهجن. احنا الآن عندي شياب وهم مقدرين واخوان وابان لي ما شاء الله، الواحد منهم عمره في 70 في 80. هذه ذلوله يركب في ظهر الذلول ويروح ويجي، يعني هذا الشيء من محافظتهم على هذا الهجن، هي حافظت عليهم وأعطتهم اللياقة. فإحنا سعداء إحنا نجري معهم هذا اللقاء اليوم، ونشوف علومهم ونشوف حياتهم ونشوف حبهم لهذا الهجن وتعلقهم به. أما الآن نبدأ مع ضيوفنا. كيف حالك يا عم؟ الحمد لله. يلا حيه. كيف الحال؟ طول عمرك. الله يعافيك. يلا حيه. يا مرحبا وسهلا. أنا باخذ الخطام الذلول منك مرة. خلينا نقبضها عني. مرة خله. تمام. نعم. عرفنا على نفسك الله يسلمك. هذا اسمي؟ نعم. اسمي محمد بن علي بن سالم العمري. ونعم. محمد. ها. من متى أنت في ولاية بدية؟ أنا في ولاية بدية يمكن من عمري 18 سنة. وأنت ولاية بدية؟ وأنا في ولاية بدية. من متى كنت تركب الهجن؟ أركب الهجن من هناك الآن علينا الحين من 18 17 علينا الحين. كم عمرك؟ عمري يمكن 68 70. يعني 70. 70. وإلى الآن تركب؟ الآن لا نركب. كم مسافة تركب الهجن؟ مسافة يمكن 70 كيلو 60 كيلو 50 تقدر تمشي 70 80 وأنت راكب؟ وأنا راكب. 70 80 وأنا راكب. 70 80 كيلو وأنت راكب تمشي؟ وأنا راكب. ما تتعب؟ لا أبدا. ترتاح إذا ركبت الذلول؟ ارتاح لأن ركبت الذلول، لكن نعمة مطلوب. وش السلالات الهجن اللي عندكم؟ عني الله يسلم حالك من كل عام. من الخمايس شيء، من سمحات شيء، من العجل شيء، من فرحات شيء، من مساكي شيء. الهجن تغيرت ولا نفس الهجن الأوليات اللي من 40 سنة؟ كلها لهي الهجن الأولية الحين باقي. بس قالوا ولا صايل انها راحت ما عاد بقى لا ما راحت اللي صار، ما راحت ما خالص عنا احنا، كان يمكن راحت من حد يمكن، اما عنا ما خالص. وش الهجن وين توجد في سلطنة عمان؟ في الباطنة ولا عندكم يا البدية والشرقية؟ يمكن في الباطنة من هناك يا علين بدية علين اعلان علين ريال انسان كلام من المناطق كلها فيها هجن. كلها فيها هجن. الله. زين، وش سلالات الهجن اللي عندكم؟ سلالات انا لما خبرتك بهن. سمحات ومصيحات وفرحات وفرحات. بواطن ما شيء عندكم؟ بواطن لا بواطن في باطن. في باطنة. بس ما تسرب عندكم سلالات انتاج منها؟ شيء مركاب شيء مركاب الهدي شيء. زين، بقى الله يسلمك تعطينا اول شيء تغرودة الهجن اللي ركبت. إذا روحت على الذلول ايوه عطنا تغرودة. نعطيك تغرودة كلام ولا غردي؟ لا تغردها. ايش نكود لين عيالي ايش نكود لين عيالي كاد لين عيالي غير مغرد لولي وهتمالي نكود لين عيالي غير مغرد لولي وهتمالي. بعد شيء بس عطنا نوع ثاني بعد مرة غير اللحم. يوم الشمس ذنب غنب يا قرأت يوم الشمس ذنب غنب يا الشمس ذنب غنب يا قرأت يوم الشمس ذنب غنب يا علي مالت بيا شنب علي مالت بيا شنب يا ريت يوم الشمس نبغى النوبيا. صح صح. سالم بن هديب بن محمد العويسي. ونعم. ولاية بدية. ونعم. العويسي. نعم. اخبارك مع الهجن؟ والله اخباري طازة. عادك مع الهجن من زمان؟ نعم. تحب الهجن؟ سنة للحين. السيارة ما ريحتك عنها؟ ها؟ السيارات ما خلتك ترتاح على الهجن؟ لا ما هياني عنها الهجن. مرة؟ ابدا.
تركب كم في الاسبوع تركب؟ مرة مرتين ولا كل في يوم الشهر؟ يركب كل يوم كل يوم. كل يوم، ويوم حدني شغل يوم بعض يوم بس. ركوبك بس طرب تستانس. ركوب وتغلود وركب وهنبل وسيره تعطى الله، بس ودنا ما فارق نحكي يوم غير رقاد بس يوم من عنهم. وش تطعمونها انتم؟ يقولون لكم بهالعمان تطعمون طعام ما يطعمونها الخليج. تعطون السمن وتعطون نعطي العسل وتعطون التمر الزين، ها صحيح هذا نعطي الكلام؟ السمن ونعطي العسل ونعطي قط ونعطي بيض ونعطي كل اللي يخلق كله. بيض وسمن وقت وحليب لبن. هي مو بني ادم، هذه ما هي بذلول. هاي الذلول، احنا نعطي الذلول كله. ما شاء الله. نجوع عمارنا ونعطي الذلول. يا سلام. من طلبتنا لها. اي والله وجهك. نعم. تستاهل توضي الغريم توصل الحبيب الحبيبه وتوصل المشتاق الهله. كل دار كل شيء ورعد الصبر. ورعد الصبر. نعم. يا سلام. كل من صبرت من طال عليها العود هي صبرت. اسمع العود، يقول العود طحت عليها الحين. بيض الله وجهك. عطنا تغروده الحين ولا عطنا هنبل؟ بهنبلكم هنبل. نعم زين. قرب قربونا. بسم الله. يا زوجان يودا ويا ميل زرعك تبين فسدا. تحية لهم، تحية بيض الله وجيههم. حدثنا على نفسك طول العمر. الاسم عبد الله حمد حميد الحقري، ولاية بدية. ونعم الحج. العمر 55 سنة. بيض الله وجهك، ما شاء الله عليك. توك كان عمرك 30 سنة ما شاء الله. الحمد لله. من الهجل وركوب الهجل ولا من بديت من 25 فوق الهجل. من عمرك 25 سنة. تركب الهجل. اركب الهجل. وش الهجل اللي عندك؟ عندي مفرحات والخمايس وقناة البيضاء واللساكي وقفل والعرج والخواوير. الخواوير وين موقعها في السلطنة؟ في ناس قالوا الخواوير لها محل غير محل الهجل. لا عندنا الخواوير، عندنا كل مربط. كل بربط فيه. بيض الله وجهك. واللساكي والعرج والخواوير والسمحات. بيض الله وجهك. وقفل. نعم. العرضة الله يسلمك، احنا نسمع العرضة عندكم في عمان ويمكن البعض شاهدها والبعض ما شاهدها. وش العرضة عندكم؟ العرض ركوب البوش 2/4 نسميها عرضة. هاي عرضة. ركض البوش 2/4 نقول عنها عرضة. هاي عرضة. وتركض معه. نركض معها 2/4.
اثنين وعقب يهد وراهم اثنين وعقب يهد وراهم. زين هذه العرضه كم عمرها من عندكم؟ عمرها من زمان من زمان من زمان من زمان من الستينات. وش مناسباتها؟ مناسبات ايام العراس، ايام اختان اختنا القبول طهرهم الاطفال. اختين الولد او العرس او عراس او عراس او اعياد او اعياد في كل مناسبه. كل مناسبه كل مناسبه. لازم ان كل راعي بيت يكون عنده ذلول؟ لا لازم راعي البيت ينبه للبوش ينبه للبوش يعني معي حفله مع صدقه. بيض الله وجهك. عندك شيء بالقصايد؟ عندي شيء. نعم. شو قال؟ ايه بغينا تغروده جديده، نبغي تغروده عدله بعد. كوزل وطابت برده وسقط موزن على غاياته. كوزل وطابت برده وسقط موزن على غاياته. وبكرته من حلوى نشده والخير وما لنا حياته. الحبسي عطنا موضوع الزمط، عطنا كيف الزمط عندكم؟ الزمط هذا معروف. الزمط معروف عند هالعرض. مزامط. انا عارف، لكن مزامط هل هو في بكرتي يسبق من بكرتك او ذلولي او انا اركب منك او لا الزمط اذا كانوا هلا بوش الذلل اختلفوا في بوشهم وكل واحد يقول انها ناقته خير. نعم. سووا زمط وحضروها تسمع مني الناس هالولايه اللي يحبوا الركض. يا سلام. وركض انا بوش على عين الاشهاد وكل من حب رب سقاه هذا الكلام اللي تسمع مني رجال تقول قدام حد عاوت. اما في الركض العادي يقبض بعض الناقه اللي تكون فيها زود تقبض، وفي الزمط طلع منشوله. زين الحبسي. الحين الاول كانوا يحطون شارات، سمعتها كانوا يسمونها الشارات. يحطوا شارات. الحين قاعدين يحطون في السباقات الهجة في الريس يحطون الشارة. هذه انا اقول لي في الريس المفروض على الشارة، لان اسم الشارة هذا اسم تراثي وما هو الشارة اللي يحطون على الذلول اللالي وتركض في الريس ويحطون اشواط. الشارة اعتقد انها الاولية اللي ابغيك تقول لنا عنها. شارة الأولية مش شارة يعني تطلع فلوس مثل ما الحين غير يبعدوا لهم مسافة ويوم واحد يحطون اعتقد خنجر ولا قطرة شاد. اركض ناقته الى منين يحس انه بوش بيكزن دونها وعق يعد منين شاف ناقته بالصك عق يعد هناك وحوش رد البعث عاد يركض على اللاك يعد شمو بوش يوصلنا اللي مثلها اللي توصل الياعد الاول اللي توصل الياعد تراها تكون ناقه زين يركضون عليه. هذه بعد الشارة. هي بعد الشارة يسمونها الشارة. نعم. بيض الله وجهك. تركب انت من زمان يعني؟ نعم نركب من زمان. احنا الرجال لمن سن ونركب من زمان اول في الستينات قبل. زين ركوبكم بتواصل كل اسبوع كل شهر ولا بس؟ والله لا ايام الزمل هو يبدا من تسمع مني من ربع تسمع مني من شهر 8 وفوق يستوي ركوب بوش عندنا نسيرهن ونشوم عليهن الولايه الثانيه فوق ظهورهن. مرة من الولاية نعم ويلحقنا تسمعني السيايير بعيشتنا ومنين نجيل ومنين نبات ويلحقنا قت ويلحقنا موهبة الريح ونشوم عليها من دار لدار. ماخذين فيها متعة هناس. ماخذين متعة وبوش مدبات وما يخوزن. ما شاء الله. نعم ونركض هناك يعلمونا هالولاية اللي محادين من الشرق ونركض عندهم ونستدعيهم يوم عندنا مناسبة ويونا نركض رباع. ونفس الطريقة هم نفس الحاجة هم نفس الحاجة. نعم العزائم متبادلة بيننا. طبعا الركوب العماني للذلول يختلف عن ركوب هذا المنطقة الغربية كامل هالخليج الغربي كله. نعم. أنا عارف وأنا كنت صغير أشوف العماني يركبون من الأرض يطير على الناقة والناقة أبدا من تشوفها طار هي بنفسها طارت. لا ما يمكن هو إنسان يطير لكن الركوب معنا لسنة والقواعد وفي ركوب. الحين إذا خلصنا نبغي تلوين الركوب هذا. ركوب سلم الله حالك. عطنا طريقة كيف ركوب. بخبرك عن طريقة الركوب. فصل لنا الركوب. ركوب الرجال من ينوخ عن بوش الرجال عينه في اخواه وعينه في راس ناقته. وعند ركوب تسمع من يركب وما يركب ثالث الناقة
صلب لها حبالها وارتكاز فوقها زاني يضفها تحته ابنا ما ادري ولا ما يمد رجوله. لا ما يمد كان راكب حمار، لا يضف الزانه تحته ويتكف حبالها. يا سلام. ينهش نعم. وشاف يا زود يقبضها ربيعته، شافها تسمع مني رجال انها لما تلافيه حرك عليها بصوت ولين طلع رباعه. واللي لا ركب مد رجوله تقبض في هذاك من ركوب الحديث ولا ركوب قبلي عليه سنه ركوب قبل مشات العرب الاوليين اللي ركبوا. نعم هذا ركوب الاول. اسمه متشرق متشرق ها؟ عطنا شيء قصيده قصيده. والله قصيده الطغرود واحد قصد الانور، واحد يبي تسمع مني رجال من الصوب الغربي. نعم. قال يا طارشا عني على من حافي توصل الانور رفيق الوافي. الوافي. وقول له يرجع لي بخبر الصافي كان قلبه لمثل زحافي يا من على ربه لا يختافي. ولا يختافي. ليلة نكازة ضمر من حافي عادت بديجها كلام والوافي وسقى وطنها بارق رفافي وخلى مسايلها السيلي رافي. رافي. وقد الحوية هي النازل لافي ونعرف فيها لصغير وصافي ونعرف بوعود دقيقة ونافي يلي ينهوذ على الصدر وقافي. تحية له يستاهل. ويزهو نضوخ الورش على العافي ورقتني وانا سعيد غافي وخليت قلبي يرتع عشان صافي. بيض الله. عطنا بعد تغروده واختمها معك. الليل متداول يوم رقصت الليل متداول وتداول بمغمر فيه النسم يوال الليل متداول بمغمر فيه النسم يوال وتداول بمغمر مساك الله بالخير. اهلا وسهلا. يلا حي. وسهلا رحب بكم في دارنا. الله يرحبك. سلم. عطنا عارف الله يسلمك. انور بن راشد بن ناصر الحجري. ونعم. يا مرحبا وسهلا. انور عطنا كيف التنسيق ها؟ نعم. بالنسبه للعرضه وركض العرضه نعم. احنا معنا موسم يبدا الموسم تقريبا بعد رمضان، يشدوا هل العرضه على بوشهم ويبدا مسراح. اسلم. يسرحوا بوش لما يطلعن من مقيض يكون عادا يذهبا للمناسبات ويذهبا للهبطات. فيبدا الموسم تقريبا من بعد رمضان، خلاص كلهم هالاعزاب تعتمر عزب ويقبضوا بوش ويبداوا يسيروهم ويبدا تضميرهم الين ما يكون على اخر شهر شوال، على بدايه شهر القعده تكون جاهزه مطايا ويبدا الركض. من منتصف القعده يبدا الركض، يقع كل حد يركض بوشه في المكان. ولكن عاد يبدا بدايه الموسم الفعلي بدايه شهر الحج، شهر ذي الحجه. نعم. لما يبدا شهر ذي الحجه لان الله يسلمك معنا احنا مناسبات، فشهر ذي الحجه فيه هبطات واسواق، يكون في ثاني وذي الحجه ورابع ذي الحجه وسادس ذي الحجه وسابع وثامن وتاسع حتى الى يوم 10 ذي الحجه فيها مناسبات. يعني من قبل العيد باسبوع تقريبا ب10 ايام. هذه في عمان موجوده؟ هذه موجوده وبالاخص موجوده في المنطقه الشرقيه. في المنطقه الشرقيه موجوده اللي هي ولايه بديه، ولايه الكامل، ولايه قعلان، ولايه القابل. هذه الولايات كلها فيها المناسبات هذه وفيها الهبطات، ويبدا الموسم موسم الركض في هذه الفتره. يا سلام عليك. يعني في يوم ثاني ذي الحجه يكون ركض هنا معنا في بديه، ثاني ورابع وسادس وسابع يكون هنا معنا، وثامن يكون في الكامل، ولايه الكامل اللي بجنبنا هنا من صوب الشرق حتى تجمعون فيه كله. يتجمعوا فيه ثامن، وفي في ايضا منطقه الوافي يكون فيها تاسع، وفي 10 ذي الحجه يوم العيد يكون مركاض في فلق المشايخ. وبعد ذلك يستمر الموسم من بعد الأعياد مفتوح، تكون في مناسبة عرس، مناسبة ختان، مناسبة أي مناسبة تستمر المناسبات. وبعد ذلك أيضا مستمر الموسم معنا يعني الأشهر هذه كلها إلى شهر شوال، ربيع الأول وربيع الثاني مستمر في مناسبة ولا كل أسبوع؟ اسبوعيا. اذا في مناسبه حضرت ترى اركضوا للمناسبه، ماشي مناسبه ترى ركضهم مستمر كل خميس، كل يوم خميس. هذا من متى هذا الشيء؟
هذا شيء من بعد الهبطات اللي لا من لا. بعد الأعياد. لا قصدي من كم سنة هذا مستوي؟ هذا من سنين، يعني الشياب اللي عندك، الشياب اللي أعمارهم من يعني 80 من سنين متوارثينها العمانيين؟ متوارثين باقي ومخذ، والحمد لله شيابنا كانوا عليه، واليوم حنا ثرنا وإن شاء الله عيالنا. مشاهدينا الكرام، شاهدنا هذا اللون التراثي العربي الأصيل الذي ما راح يندثر ولا راح يتغير من مئات السنين، أو يمكن نقول من آلاف السنين إلى يومنا هذا. وهو كما شاهدتم هذا الشياب اللي أعمارهم في 70 وفي 50 وفي 70 ما زالوا يمارسون هذه الرياضة المحببة لهم ولأجدادهم من قبلهم، وراح يتوارثونها أبنائهم من بعدهم. نرجو من الله العلي العزيز أن يديم عليه هذا الدولة سلطنة عمان ممثلة بصاحب الجلالة سلطان قابوس حفظ الله ورعاه، وبجميع ولايات السلطنة وأهلها الكرام الأمن والاستقرار إن شاء الله، ويعم الأمن والخير دول مجلس التعاون. تابعونا إن شاء الله في لقاء آخر قريب إن شاء الله في ولاية بدية. مشاهدينا الكرام، كما شاهدتوا هذا اللوحة الجميلة العربية العمانية الأصيلة، هذا الشداد راح يشرح لنا الوالد اسم الكريم سالم بهديب بن محمد بن عويس، يشرح لنا كيف الخرج، هذه يسمونها الخروج والجاعد وذي، وكيف طريقتها، مع العلم انها الان ترى سعرها غالي. البعض يشوف هذا ما يدري عنه، انا حصلته عندي في السوق، بعض الناس يعرضونه على 1005 وعلى 2000 وحسب الجودة، والجاعد نفس الشيء، والهولاني طبعا اللي هو الشداد، احنا نسميه الهولاني هو شداد، في بعضها القرط، في بعضها السدر، في بعضها السمر، وفي بعضها ايه. احنا نبغى متى تحطون هذا الشداد على المر؟ نحطه يوم يود العرضه، ما من يود نطعناه فوق. ولازم ضروري كل واحد عماني يكون عنده شداد جاهز، يكون عنده عدته جاهزه، شداده وغرطه وبداده وكفاله ويعده. زين عطنا اسمها كلها. هذا بداد، يسمونه بداد. بدود. هذه غرضه. هذا البطان. بطان غرضه. غرضه. هذا شداد. هذا شداد. نعم، فولاني شداد. فولاني شداد. ايوه هذا. فولاني. ايوه. ولكن شداد والقرط. ايوه هذا كفال. محقب، انت تسمونه محقبه، احنا نسميه كفال. ايوه هذا خلي. هذا الخلي. نعم ناخذ ب 200 عماني، عن 2000، عن 160. هذا ياعد. ايوه هذا ياعد ناخذ عن 200. هذا الجعد. ايوه مصنوع من كبش. من كبش. زين الكبش هذه. الكبش نقلي. نوردهن. هذا الجلد جينا ونشتريه ويوردون عنا خارجي. من الخارج. لكن الصناعة نسميه نقادي، حنا يديات. عارف. لكن دبغ. انتم تدبغون؟ لا على ما الدبغه الساتيت الكروب، ها شوف طوله وهذه هذا صداي. هذه صدار. هذه قلاده. هذه قلاده. هذه ربقه. هذه ربقه او نسميها شبقه او نسميها خناقه في قطر. هذه خطام. هذا خطام من الصوف. من الصوف. وهذه وصله. هاي وصلت الخطام. ايوه هذا خزام. زين روح قدام الله يسلمك عند الخزام على اساس توريهم كيف. هذا الخزام. زين عطنا طريقه الخزام بالفضه تحطونها وتحطون فيها الخيط. الخيط لا يفك، خلاص معروف. زين الخيط هذا وش تحطونه؟ لازم كل مطيه تحطون فيها خزام على ترفع راسها. لا ساعات بس واللي ما راسها بقوي ما تحطون فيها خزام.
زين نبغيك تركب الركوب العماني الاصيل الحين. لحظة يا محمد، شوف أنا أشوف شيء جميل جدا. هذه أعتقد إيش اسمها؟ أنا عارف اسمها بس أبغى تذكرونه. شملة، إحنا نسميها الساحة. هي ما هي بالساحة؟ نوعين الساحة، لا ما هي. هذه ما هي بالساحة. طويلة. أي نعم. طويلة الساحة. نعم. هذه لا شملة طويلة. شملة حق بس على قد الركوب. على قد الركوب. هذيك الساحة تحملها. طيب الخنجر نشوفكم دائما محتفظين في الخنجر. كم لها عمرها عندك هذه الخنجر؟ فوق 100 سنة. يلا عسى عمره سنين طوايل، أهل المزاين ياكم الخير إنسان، قبل العمانيات عمرنا صايل لنور. بيض الله والله وانت وياك ابيض ما قصرت. مرحبا وين عوده؟ هذه الناقة عندك من زمان؟ من زمان نعم. وش سلالة؟ سرارته من خمايس، ابوها ودي الضابط شاهين. نعم. يقولون الاول انك كنت تطمر على الذلول وهي باركه بعيد. اولها اول يوم سنه صغير الى 30 ولا 40 ومناك كيف؟ وناك 100 سنه حنضعفنا. لا ما ضعفت بالعكس، انت الحين احسن من العيال. الحين شوف العيال كلهم بنلف الكاميرا عليهم، لف الكاميرا يا حسين، لف بسرعه. شافكم واحد من الشباب موجود الان ولا يقدر يركب. Thank you.